إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. هذا سؤال عن قوله تعالى خذ بيدك ضغثا، وعن قوله تعالى قالوا أضغاث أحلام. ما معنى الضغث وما معنى أضغاث الأحلام؟ الضغث هو ما يجمعه الإنسان بيده من العشب وغيره، فما يجمع باليد وهو أخلاط مختلطة يقال له ضغث. ولذلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام عندما أقسم أن يضرب زوجته 100 سوط أرشده الله سبحانه وتعالى إلى قوله فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فقال المفسرون الضغث هنا هو ما بقي من عذق البلح بعد سقوط البلح منه، فإنه يكون فيه شماريخ كثيرة وأعواد كثيرة تزيد عن 100. فأرشده الله إلى أن يأخذه بيده فيضرب به زوجته ضربا خفيفا، فيكون بهذا قد بر بقسمه ولم يحتج أن يضربها 100 ضربة منفردة. فالضغث إذن هو ما جمعه بيده من هذا العذق وضرب به زوجته. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام أي مختلطة، لأنك عندما تأخذ بيدك ضغثا من العشب أو شيئا من العشب مختلط بعضه مع بعض، فإن الأحلام التي لا يصعب تأويلها، الأحلام المختلطة التي يراها النائم في منامه، يقال لها أضغاث أحلام، بمعنى أنها أخلاط مختلفة يصعب تأويلها. فإذا معنى الضغث هو معنى الاختلاط والاختلاف، وما يؤخذ ويجمع باليد بشكل غير مرتب فإنه يسمى الضغث. وقد ورد في القرآن الكريم في هذين الموضعين، في قوله فخذ بيدك ضغثا، وأضغاث أحلام وردت أيضا في موضعين، والله أعلم.